عمر مرموش يسجل هدف في فوز مانشستر سيتي على سوانزي في مباراة الكأس. سيتم ضم إمام عاشور لمعسكر المنتخب في نوفمبر حال مشاركته مع الأهلي قبل المعسكر حتى لو مباراة واحدة. يواجه الأهلي فريق المصري البورسعيدي يوم الأحد القادم والموافق 2 نوفمبر المقبل، وتقام المباراة على استاد برج العرب، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساء، ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت. ياستروب المدير الفني للنادي الأهلي يؤكد أنه يشعر بالإحباط الشديد لإضاعة نقطتين في مباراة كانت في المتناول، لكنه راضي عن الأداء بشكل عام، ويؤكد أن الفريق وصل لمرمى المنافس كثيرا في الشوط الثاني بعكس الشوط الاول الذي كان هناك عدم تركيز فيه وعدم فوز بالالتحامات، ولكن للاسف لم يحالف اللاعبين التوفيق في التسجيل الا هدف واحد. ويعترف ان هناك خلل واضح في الربط بين خط الوسط والهجوم، وهو ما يجعله يلعب على الكرات العاليه ويعد بمعالجه السلبيات. جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الاهلي امام بتروجيت امس. ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاه على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.